ايه المشكلة في فلتر انستجرام؟ ما كل الناس دلوقتي لازم يتصوروا بفلتر. طيب بصراحة انتي عندك حق، بس خليني افكرك بحاجة مهمة. زمان كان الواحد بيتصور صورة في العيد او مرة كل كام شهر. صحيح ما كانتش بتعجب اي حد ولا حتى انت شخصيا، بس لما بترجعي لها بتحسي كده بالنوستالجيا والحنين للماضي. والياه التيشيرت ده بنت خالتي استلفته من 15 سنة، وتكوني أصلا انت وبنت خالتك متخانقين لدلوقتي بسببه. المشكلة دلوقتي إننا بقينا بنصور كل حاجة بفلتر، الأكل بفلتر والأطفال بفلتر، وأي مكان بنروحه لازم نصوره بفلتر. البنات بقت كل صورها فلتر. احنا ما بقيناش عارفين نتقبل شكلنا الطبيعي من غير فلتر. وهسألك سؤال، امتى اخر مرة اتصورتي فيها من غير فلتر؟ طيب انتي ناسية المرة اللي فاتت لما فتحت الكاميرا بالغلط واتصدمتي من الكائن اللي انت شايفاه قدامك؟ ده مناخيرك كان ناقص تكسر التليفون وتطلع من ناحية تاني. صدقيني لو قربتي اكتر كنا لقينا مناخيرك طالعة من ورا كده بتسلم علينا. ما علينا. المهم، مجرد كاميرا عادية خلتك تحسي بكل ده. ليه؟ عشان المشكلة مش بس في الفلتر، المشكلة إننا بقينا بنقارن نفسنا بناس تانية في أفضل زاوية وأحسن إضاءة وبفلتر معدل بالAI. ليه ممكن نخفي ملامحنا بشكل فلتر وهمي أصلا مش شبهنا؟ يمكن الإجابة باختصار عشان نحس بالرضا وإننا شبه الناس اللي مالين الميديا فلاتر وفوتوشوب. بس برضو بيفضل سؤال، هو إحنا ليه بندور على حاجة أصلا وهمية؟ يعني الفلتر ده مجرد ماسك انت بتلبسيه عشان تباني حلوة بشكل مش حقيقي. عشان كده ظهر من فترة ابليكيشن اسمه BeReal، واللي ما فيهوش اي فلتر وبيطلب من الناس يبقوا على طبيعتهم. لكن ساعات احنا للأسف بقينا تعودنا على فكرة اننا نبقى بيرفكت في كل صورة نتصورها، ولو ده ما حصلش نحس ان في حاجة كبيرة ناقصانا. بس كده أظن إني وضحت المشكلة بشكل كافي. إيه الحل؟ ما هو أنتي إيه هتستفادي من الفيديو؟ طيب، الحل في 4 خطوات هقولك عليهم. أولاً الوعي، وده اللي من أول الفيديو بشرح فيه، وقال أحد الدكاترة النفسيين المجانين الوعي نصف العلاج. عشان كده هو لحد دلوقتي متعالجش، تقريباً حب يوفر وياخد نص العلاج بس. المهم، ثانياً التقليل من استخدام الفلاتر. يعني ما تخلصيش الفيديو وتروحي عادي جدا وبكل سلام داخلي تتصوري بفلتر، صدقيني هتلاقيني طلعلك من الفيديو مبرقة كده زي دلوقتي. ثالثاً نعتمد أكتر على الصور قبل وبعد الفلتر عشان نوضح الفرق ونزود الوعي، ده لو عندك الجرأة طبعاً. رابعاً نتابع ناس بتنزل صورها من غير فلتر، ده لو لقيتي يعني. ولو تعرفي حد أرجوك يكتبلنا اسمه في الكومنتات. بس وده كان الفيديو رقم 2 في سلسلة ايه المشكلة. ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب. سلام.